لو قلت لك إن 80% من الشغل اللي بتعمله يوميًا ممكن يتعمل في نُص ساعة بس، من غير ما تزوّد جهد، هتصدق؟ خلّي بالك أغلب الناس اللي بتستخدم ChatGPT بتستخدمه غلط، واللي هاقوله دلوقتي غيّر طريقة شغلي تمامًا. خلّيني أقول لك الحقيقة، ChatGPT مش أداة، ده موظف ذكي، بس المشكلة إنه أغلب الناس بتستخدمه كمحرك بحث. هاقول لك على 3 استخدامات عملية في الشغل اليومي. أول حاجة تخطيط اليوم، بتقول له رتّب لي الشغل فيه 6 مهام حسب الأولويات والطاقة. تاني حاجة اختصار الوقت والتفكير، بدل ما تقعد تفكر تبدأ منين خلّيه يدّيك أول خطوة جاهزة. تالت حاجة تحسين الجودة مش السرعة بس، خلّيه يراجع ويعدّل ويقترح تحسينات. بس خلّيني أحذّرك، في غلطة واحدة لو عملتها ChatGPT هيضيّع وقتك بدل ما يوفّره، والناس اللي بتشتكي إنه مش مفيد كلّهم بيقعوا فيها. بعد ثواني هاقول لك إزاي تتجنب الغلطة ديّة. لو حاسس إنه اللي اتقال دوّة مختلف عن أي شرح قبل كده، دوس لايك دلوقتي، عشان الفيديو يوصل لناس محتاجة تشتغل بذكاء. الغلطة اللي أغلب الناس بتقع فيها إن هم بيسألوا ChatGPT سؤال واحد بس، كإنّهم بيسألوا جوجل، وده أسوأ استخدام ممكن. الطريقة الصح إنّك تتعامل معاه ما تدّيهوش سؤال واحد، لأ ادّي له سلسلة أوامر. فمثلًا لو أنت خبير إنتاجية وعايز منّه خطة، فأنت هتبدأ تقول له: أنا خبير إنتاجية وعندي 8 ساعات شغل و3 مهام أساسية، اسألني أسئلة الأول وبعدين ابني خطة. صدّقني هتتفاجئ بالنتيجة تمامًا، لإنه بقي يفهمك مش بيجاوبك. والأخطر من كده إنّك أنت مش بتحدد له الدور، فبيدّيك إجابات عامة، لكن لمّا بتحدد له الدور بيتحول من مساعد عادي لموظف متخصص. لو حابب أدّيك 5 prompts جاهزين يساعدوك في شغلك من غير ما تفكر، سيب كومنت تحت وأنا هانزّلهم في الفيديوهات الجاية. وفي الآخر حابب أقول لك إن الفرق ما بين اللي بيشتغل كتير وبينجز أكتر مش بالمجهود، لكن الأدوات بتسهّل عليك جدًا، وChatGPT أداة لو استخدمتها صح هتغيّر طريقة شغلك بالكامل.